سبحان الله، نحن نعيش نعمة عظيمة. أنا تعمدت أني أقرأ القرآن عليها وأجد أقول لها ماذا تشعر وأنا أقرأ؟ قالت أنا أرى وجهك فقط يعبر، ولكن أنا لا أسمع شيء. وهي تتمنى أن تسمع كلام الله سبحانه وتعالى فقط. هل تستطيع أن تقرأي شيء من القرآن؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. كل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له أحد. الله كفوان. آمين. الأصل الذي لا يسمع هو لا يتكلم، لأنه لا يسمع الحروف ولا يسمع الكلام ولا يستطيع أن يسمع أي شيء من حوله. ورغم هذا اجتهدت حتى تأخذ الحروف والكلام ممن أمامها، حتى لو قرأت سورة واحدة من القرآن. أنا ما أستطيع أكمل هذه الحلقة أصلا من أول ما واجهت هذه الإنسانة. تشعر بالخجل، كلنا نشعر بالخجل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بلغوا عني ولو آية. ونحن نسمع ونتكلم ونرى، والله سبحانه وتعالى أعطانا من النعم الكثيرة، وهي لا تسمع ولا تتكلم وتقول أسلم على يديها 9. هو الآن تحاول أن تقرأ تقول لا أستطيع، ولكن تقرأ تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ونحن المصاحف أمامنا ونهمل القرآن ونهمل هداية القرآن وحياتنا مع القرآن. والله لا أستطيع أن أكمل هذه الحلقة. نشعر بالخجل، لا أعرف ماذا أقول صراحة.